فسخ الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقده مع المدرب الفرنسي كريستيان غوركوف بعد إبداء الأخير رغبته في الرحيل مؤخرا. حسين بصالح مراسلنا من الجزائر رصد ردود الفعل بعد رحيل مدرب الخضر. لم ينتظر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد الأوراوا طويلا عقب مباراة العودة في إثيوبيا ليحسم مستقبل كريستيان غوركوف ويعلن الطلاق بالتراضي بعد تلميح هذا الأخير منذ وديتي السنغال وغينيا برغبته في الرحيل. وتم تكليف مساعديه نبيل غيز ويزيد منصوري بالإشراف على الخضر في مواجهة السيشل في الجولة المقبلة من تصفية كأس إفريقيا. ولطالما أظهر لاعبو الخضر تضامنهم المطلق مع التقني الفرنسي ولعل سباعية الفوز على إثيوبيا بالبريدة كانت رسالة واضحة تقول: هل سيؤثر رحيل غوركوف على محاربي الصحراء؟ ولا اعتقد انه هذا اللاعبين ولا هذا الطلاق راح ياثر على نفسيه اللاعبين، ربما يوم او يومين، لكن هناك نسيان، والمنتخب راح يكون عنده مدرب وراح يتعامل مع هذا المدرب بطريقه اخرى وبطريقه جديده. واعتقد ان في كل هذه الامور وفي كل هذا الطلاق، اعتقد ان المتغير الثابت في هذه المعادله بين في العارضة الفنية هو أن رئيس الاتحادية باقي على رأس الاتحادية، وهو كل شيء في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. نظن باللي الفريق الوطني راح يكمل المشوار تاعو بكل جدية بكل قوة، لأن فيه النوعية في الفريق الوطني من ناحية تقنية. نظن باللي والأمثلة راهي كبيرة، لما يعني غادر الفريق الوطني علي لوزيتش، الفريق الوطني هو دائما حاضر ويمشي في الخطة اللازمة. وبمجرد الحديث عن رحيل غوركوف بدأت أسماء تطرح لخلافته على غرار جمال بالماضي ورولان كوربيس، ومهما كان اسم وثقل المدرب فإنه سيجد منتخبا جاهزا. وين عندي 7 أو 8 لاعبين في مستوى عالي على العكس اللي ما عنديش، وهنا كيف راح يتعامل المدرب مع هذه النجومية؟ هذا هو لو يعرف كيفاش يتعامل مع غرفة الملابس ويكون عنده الحق، نظن راح ينجح 100%. طوي مسلسل كريستيان غوركوف لتبدأ حلقات مسلسل جديدة نهايته يتمنى عشاق الخضر أن تكون بتتويج قاري ومشاركة ثالثة على التوالي في كأس العالم. بحسب المتابعين فإن مهمة خليفة كريستيان غوركوف على رأس المنتخب الجزائري لن تكون سهلة مهما كان اسمه ووزنه، لأن مطالب الجماهير الجزائرية هذه المرة لن ترضى سوى بتتويج قاري وتأهل مونديالي، وهذا في ظل تألق غالبية لاعبي الخضر في البطولات الأوروبية. حسين بصالح، بي سبورتس، الجزائر. غوركوف نرحب معنا في الاستوديو بنجم المنتخب الجزائري سابقا ومحرر قناة بين سبورتس رفيق صيفي. رفيق، مساء الخير. مساء الخير. رحيل غوركوف برأيك هل يأتي في الوقت المناسب بالنسبة للمنتخب الجزائري أم لا؟ صحيح، ما كناش ننتظر حتى ولو يعني منذ تقريبا 4 أشهر بدات المشاكل وبدات العلاقه تولي غير جيده ما بين الفيدراليه وما بين المدرب. كنا ننتظر يعني طلاق، ولكن ما كناش نتمنى رحيله. ولكن اليوم رانا في نقطه ذهاب المدرب. هل فيه مدرب اخر حتى ولو فيه اسماء كثيره؟ اليوم المنتخب وصل الى درجه لازم مثل ما قال في نهايه التقرير مطالبين، حتى الشعب يطالب بألقاب. عندما تكون عندك مجموعة مثل هذه لازم عليك تمشي بعيدا، والأهداف هي الألقاب. حتى ولو المدرب صحيح كان علاقته مع اللاعبين كانت جيدة، ولكن علاقته مع الفيدرالية وعلى مع الأجواء والمحيط الخارجي كانت غير جيدة. ولهذا ما يدل ذهاب، وحتى ولو في كل تسريحات وفي كل مرة يقوم بتسريعات على ما تدل وكأنه يريد الذهاب. إلى يومنا هذا يعني نقدر نقول الطلاق بالتراضي ما بين الفيدرالية والمدرب يخدم الاثنين. يعني لا نريد، حتى هو صرحها، لا أريد، يعني ما عندوش العزيمة والرغبة في البقاء. ما تقدرش تبقي على مدرب ليس عنده الرغبة في إتمام مشواره مع المنتخب ومع اللاعبين. رفيق، برأيك هل أجبر
غوركوف على الاستقالة؟ لا أظن، لأنه عنده الخيارات كلها. عندما تكون عندك يعني خيار ونوعية اللاعبين الجيدة، وعندك يعني تشكيلة وأسماء كبيرة في هذا المنتخب، يعني المدرب هو المحظوظ. حتى قلت لك علاقة المدربين مع المدرب جيدة، ما نظنش أنه أجبر إلا هو في لو عنده أمور شخصية خاصة تخصه هو بينه ولا بين، يصرح بها، يقول لماذا لا، أنا لا أريد البقاء في المنتخب لأن فيه مشاكل ولا فيه لكن كل مدرب، معذرة رفيق، كل مدرب حاليا يرغب في تدريب المنتخب الجزائري لما يضم من عناصر جيدة وواعدة وتحقق في نتائج ومتألقة أيضا في أقوى الدوريات الأوروبية. لا هذا صحيح، أنا نوافق في هذا الرأي، لأن اليوم الخيار يبقى للفيدرالية في نقدر نقول في وضع جيد، لأن لست في وضع ما عندكش لاعبين وما عندكش تشكيلة. التشكيلة واجدة، يعني لو عرفت ولا المدرب القادم لو عرف كيفاش يمشي هذه المنظومة، يعرف كيفاش يوظف باللاعبين في المكان المناسب، يعرف كيفاش يوصل الحوار وتكون عنده شخصيته، يعرف يمشي يعطي فلسفة وبصمة لهذا الفريق، يعني على ما أظن هذه المجموعة تقدر تمشي بعيد، ولما لا نيل كأس إفريقيا 2017. أحد المتحدثين قال ليس الاتحاد من يعين، وإنما محمد الروراو بطبيعة الحال هو الرجل الأول في الاتحاد. هو الفيدرالية، هو الرجل الأول، يعني هو رئيس الفيدرالية، يعني نعم. الكلام الأخير يبقى لرئيس الفيدرالية، حتى ولو يكون فيه يعني خيارات ويكون فيه استشارة بعض، ولكن القرار الأخير يبقى لرئيس الفيدرالية. ولكن القرار صحيح يبقى له، ولكن الخيار صائب، لازم يكون الخيار، لأن كل مطالبات الشعب، مطالبات يعني الجماهير نقدر نقول المنتخب اليوم أصبح كبير. طيب مدرب كبير، المنتخب كبير، لابد من مدرب كبير. في الحقيقة العديد من الأسماء طرحت، من بينها بيلسا المدرب الارجنتيني، هنالك ايضا جمال بالماضي مرشح، لكن ما هي الصفات الان، الصفات التي لابد ان تتوفر في الناخب الوطني الجزائري رفيق حسن؟ على كل حال لازم نتعلم، ما نقولش اخطائنا ولا نتعلم من الماضي. نعم. يعني كان معنا فايد، كان معنا غوركوف، تشكيله على مدى، يعني انت تختار المدرب هل يناسبك على طريقة وعقلية اللاعبين، يعني ذهنية اللاعبين. ومن هذا الجانب يكون عنده نقطة مهمة زيادة هذا، مدرب اللي يعرف يوظف. عندما تكون عندك نجوم تقريبا 23 لاعب، كل واحد عقليته شخصيته، كل واحد وذهنيته، يعني تعرف كيف تصير. عندما تمشي وتكلم تمشي على يكون اسم كبير، يعني حتى يكون احترام ما بين اللاعبين والمدرب. ولهذا خيار المدرب في هذه الآونة مهم جدا. الخيار هو اللي يناسب هذه التشكيلة، ليس التشكيلة تناسب المدرب. اليوم العكس، لأن صحيح عندما يكون عندك مدرب كبير ويعرف اللاعبين ويعرف عنده شخصية ويفرض نفسه، يعرف كيفاش يوصل الحوار للاعب ويسيطر على غرفة الملابس، هذه هي الأهم. عندما يكون أن يكون أيضا في توافق وانسجام أيضا مع رئيس الاتحاد محمد الروراو. لا هذا أيضا هذا جانب، يعني نعم. يكون تواصل وتناسق ويكون فيه تفاهم من البعض، كل شيء يمشي على نعم. ما يرام. شكرا لك رفيق صيفي، محل قنوات بين سبورتس، نجم الكرة الجزائرية سابقا. شكرا جزيلا لك رفيق. شكرا لك. يعني المدرب هو المحظوظ. حتى قلت لك علاقة المدربين مع المدرب جيدة، ما نظنش أنه أجبر إلا هو في لو عنده أمور شخصية خاصة تخصه هو بينه ولا بين، يصرح بها، يقول لماذا لا، أنا لا أريد البقاء في المنتخب لأن فيه مشاكل ولا فيه. لكن كل مدرب، معذرة رفيق، كل مدرب حاليا يرغب في تدريب المنتخب الجزائري لما يضم من عناصر جيدة وواعدة وتحقق في نتائج ومتألقة أيضا في أقوى الدوريات الأوروبية. لا هذا صحيح، أنا نوافق في هذا الرأي، لأن اليوم الخيار يبقى للفيدرالية في نقدر نقول في وضع جيد، لأن لست في وضع ما عندكش لاعبين وما عندكش تشكيلة. التشكيلة واجدة، يعني لو عرفت ولا المدرب القادم لو عرف كيفاش يمشي هذه المنظومة، يعرف كيفاش يوظف باللاعبين في المكان المناسب، يعرف كيفاش يوصل الحوار وتكون عنده شخصيته، يعرف يمشي يعطي فلسفة وبصمة لهذا الفريق، يعني على ما أظن هذه المجموعة تقدر تمشي بعيد، ولما لا نيل كأس إفريقيا 2017. أحد المتحدثين قال
فسخ الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقده مع المدرب الفرنسي كريستيان غوركوف بعد إبداء الأخير رغبته في الرحيل مؤخرا. حسين بوصالح مراسلنا من الجزائر رصد ردود الفعل بعد رحيل مدرب الخضر. لم ينتظر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد الأوراوا طويلا عقب مباراة العودة في إثيوبيا ليحسم مستقبل كريستيان غوركوف ويعلن الطلاق بالتراضي بعد تلميح هذا الأخير منذ وديتي السنغال وغينيا برغبته في الرحيل. وتم تكليف مساعديه نبيل نغيز ويزيد منصوري بالإشراف على الخضر في مواجهة السيشل في الجولة المقبلة من تصفية كأس إفريقيا. ولا طالما أظهر لاعبو الخضر تضامنهم المطلق مع التقني الفرنسي ولعل سباعية الفوز على إثيوبيا بالبريدة كانت رسالة واضحة تقول: هل سيؤثر رحيل غوركوف على محاربي الصحراء؟ ولا اعتقد انه هذا اللاعبين ولا هذا الطلاق راح ياثر على نفسيه اللاعبين، ربما يوم او يومين، لكن وصل كريستيان غوركوف لتبدا حلقات مسلسل جديده نهايته يتمنى عشاق الخضر ان تكون بتتويج قاري ومشاركه ثالثه على التوالي في كاس العالم. بحسب المتابعين فإن مهمة خليفة كريستيان غوركوف على رأس المنتخب الجزائري لن تكون سهلة مهما كان اسمه ووزنه، لأن مطالب الجماهير الجزائرية هذه المرة لن ترضى سوى بتتويج قاري وتأهل مونديالي، وهذا في ظل تألق غالبية لاعبي الخضر في البطولات الأوروبية. حسين بوصالح، بي سبورتس، الجزائر. غوركوف نرحب معنا في الاستوديو بنجم المنتخب الجزائري سابقا ومحلل قناه بين سبورتس رفيق صيفي. رفيق، مساء الخير. مساء الخير. رحيل غوركوف برايك هل ياتي في الوقت المناسب بالنسبه للمنتخب الجزائري ام لا؟ صحيح ما كناش ننتظر حتى ولو منذ تقريبا 4 أشهر بدات المشاكل وبدات العلاقه تولي غير جيده ما بين الفيدراليه وما بين المدرب. كنا ننتظر طلاق، ولكن ما كناش نتمنى رحيله. ولكن اليوم رانا في نقطه ذهاب المدرب. هل فيه مدرب اخر حتى ولو فيه اسماء كثيره؟ اليوم المنتخب وصل الى درجه لازم مثل ما قال في نهايه التقرير مطالبين، حتى الشعب يطالب بألقاب. عندما تكون عندك مجموعة مثل هذه لازم عليك تمشي بعيدا، والأهداف هي الألقاب. حتى ولو المدرب صحيح كان علاقته مع اللاعبين كانت جيدة، ولكن علاقته مع الفيدرالية مع الأجواء والمحيط الخارجي كانت غير جيدة. ولهذا ما يدل ذهاب، وحتى ولو في كل تسريحات وفي كل مرة يقوم بتسريعات على ما تدل وكأنه يريد الذهاب. إلى يومنا هذا نقدر نقول الطلاق بالتراضي ما بين الفيدرالية والمدرب يخدم الاثنين. لا نريد، حتى هو صرح لا أريد، ما عندوش العزيمة والرغبة في البقاء. ما تقدرش تبقى على مدرب ليس عنده الرغبة في إتمام مشواره مع المنتخب ومع هذو اللاعبين. رفيق، برأيك هل أجبر غوركوف على الاستقالة؟ لا أظن، لأنه عنده الخيارات كلها. عندما تكون عندك خيار ونوعية اللاعبين الجيدة، وعندك تشكيلة وأسماء كبيرة في هذا المنتخب، هناك نسيان، والمنتخب راح يكون عنده مدرب وراح يتعامل مع هذا المدرب بطريقة أخرى وبطريقة جديدة. وأعتقد أن في كل هذه الأمور وفي كل هذا الطلاق، أعتقد أن المتغير الثابت في هذه المعادلة بين في العارضة الفنية هو أن رئيس الاتحادية باقي على رأس الاتحادية، وهو كل شيء في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. نظن باللي الفريق الوطني راح يكمل المشوار تاعو بكل جدية بكل قوة، لأن فيه النوعية في الفريق الوطني من ناحية تقنية. نظن باللي والأمثلة راهي كبيرة. لما غادر الفريق الوطني آلي لوزيتش، الفريق الوطني هو دائما حاضر ويمشي في الخطة اللازمة. وبمجرد الحديث عن رحيل غوركوف بدأت أسماء تطرح لخلافته على غرار جمال بالماضي ورولان كوربيس، ومهما كان اسم وثقل المدرب فإنه سيجد منتخبا جاهزا. وين عندي 7 أو 8 لاعبين في مستوى عالي على العكس اللي ما عنديش، وهنا كيف راح يتعامل المدرب مع هذه النجومية؟ هذا هو لو يعرف كيفاش يتعامل مع غرفة الملابس ويكون عنده الحق، نظن راح ينجح 100%. طوي